الرأي العام في هولندا يرفض الاستفزازات الإسرائيلية والاعتداءات على المواطنين الهولنديين المناصرين للفلسطينيين واللبنانيين والمقيمين من عرب ومسلمين، فنزلوا إلى شوارع مدينة أوترخت القريبة من أمستردام بعد منع الشرطة الهولندية تنظيم الاحتجاجات في العاصمة للتعبير عن رفضهم روايات الحكومة والإعلام الهولنديين. لقد أتوا إلى هنا ضيوفا، وإذا كنت ضيفا عليك احترام الذين استضافوك، لكنهم بدأوا بتسلق البيوت وتمزيق الأعلام الفلسطينية، ورأيتهم يحملون قضبانا حديدية والتجمع بأعداد كبيرة. كان الأمر مروعا بالنسبة إلى كثير من أبناء المدينة. لقد حملوا إرهابهم وسلوك الإبادة الجماعية من الأراضي الفلسطينية إلى أمستردام. لا أعتقد أن ما حصل معاد للسامية كما يحاول السياسيون والإعلام تقديمه، حتى أن بعض السياسيين يقولون أنه اعتدي على عدد من اليهود بسبب معتقدهم أو إثنيتهم. أنا لا أصدق هذا الأمر بتاتا، ولا يمكن تسمية ما جرى معاداة للسامية أبدا. نحن نخجل من تصرفات حكومتنا وقلب الإعلام للحقائق، فما جرى ليس له علاقة بمعاداة السامية، بل هو رفض لاستمرار الجرائم الإسرائيلية كما قال المتظاهرون. حكومتنا تدعم إسرائيل بشكل كبير. لقد استباحوا المدينة طيلة أسبوع كامل ولم يوقفهم أحد. اعتدوا على سائقي سيارات الأجرة وأنزلوا الأعلام وأحرقوها. هل تعتقد أني كنت سأكون واقفة هنا اليوم لو كنا نحن من فعل ذلك؟ بالطبع لا. تعامل الحكومة أحادي الاتجاه ومساند لإسرائيل بشدة، وهذا أمر مخيف جدا. اعتمار الكوفية كان كافيا ليهجم الإسرائيليون على هذا الفلسطيني. الاعتداء اللي حصل علي أنا طبعا كان سبب الرئيس ارتداء إلى هذه الكوفية. تعرضت لأولا اعتداء لفظي، قمت بالدفاع عن نفسي أنا وأصدقائي، ولكن بعد ذلك تحول هذا الاعتداء إلى اعتداء جسدي، وانصبت إصابة ضليغة بعض الشيء وتم نقلي إلى المستشفى على إثرها. وبنظري ايضا بعد ايام بعد ما حصل بعد مباراه كره القدم بين الفريق الصهيوني مكافي وفريق اياكس امستردام، برايي كان من الخطا احضار هؤلاء الجنود الصهاينه على قلب مدينه مكتظه في السكان، وهم يعني دائما يقال لنا انه لا نخلط السياسه بكره القدم، ولكن هم احضروا قتله الاطفال مرتكبي الاباده الجماعيه الى قلب مدينه فيها من كل الاطياف والفئات. طبعا تظاهرة أوترخت التي جابت شوارع المدينة بأعداد كبيرة تعرضت مرارا للتهجم من قبل مناصرين للإسرائيليين كهذا الرجل الذي أحاط به عناصر الشرطة لمنع تفاقم الوضع. نزول مناصري الفلسطينيين واللبنانيين إلى الشارع في هولندا بعد يومين فقط على مواجهات الخميس والحملة الدعائية لوضع ما جرى في إطار معاداة السامية تأكيد أن الرأي العام في أوروبا يبدو في حالة رفض لرواية إسرائيل والحكومات الغربية. عدد المصابين الإسرائيليين في أمستردام إلى 15 مصابا وفقدان الاتصال ب7 آخرين، وذلك بعد اشتباكات بين مشجعين لفريق مكابي الإسرائيلي عقب مباراة كرة قدم أمام فريق أياكس أمستردام. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ قال إن الهجوم إشارة تحذير للدول التي تدافع عن قيم الحرية على حد تعبيره، بينما أشارت وسائل الإعلام إلى أن المشجعين الإسرائيليين قاموا باستفزازات وتمزيق أعلام فلسطينية في شوارع المدينة قبل هذه الحادثة. إلى ذلك أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الوزير جدعون سعار سيتوجه إلى أمستردام في زيارة دبلوماسية عاجلة بعد هذه الحادثة، فيما هبطت أول طائرة في مطار بن غوريون تقل إسرائيليين تم إجلاؤهم من هولندا بعد توجيه نتنياهو بإعادتهم، فيما حثت وزارة الأمن الإسرائيلي بقية المشجعين الإسرائيليين في أمستردام على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها.
هذا وأعلنت بلدية أمستردام تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة بعد صدامات ليلية طالت مشجعين لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي على هامش مباراة لكرة القدم. وأعلنت الشرطة هناك اعتقال 62 شخصا على خلفية الاشتباكات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وشبان آخرين. وأضافت أنه تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح. كما أوضحت الشرطة الهولندية أنها تحقق في بلاغات عن احتجاز محتمل لرهائن ومفقودين. وأعلنت أنه تم العثور على عدد من المشجعين الإسرائيليين ممن تم الإبلاغ عن فقدانهم. ومعنا لمناقشة هذا الموضوع من باريس الصحفية رفيقة محجوب. أستاذة رفيقة، مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. يعني نبدأ فعليا من ردود الأفعال الكبيرة التي رأيناها من جانب إسرائيل ومن جانب دول أوروبية أخرى على ما حصل لإسرائيليين، بوقت أنه حكي بمعلومات أخرى أنه كان في استفزازات بوقت سابق من جانب هؤلاء الإسرائيليين لأطراف أخرى. هل اتضحت أصلا يعني معالم هذه الحادثة أكثر اليوم أم ليس بعد؟ أهلا لارا. أولا يعني بالنسبة أنا تابعت بعض التعليقات وتابعت بعض ما كتب بالنسبة للبعض المساند لإسرائيل. يعني هو التعليقات انقسمت إلى مساند لإسرائيل وإلى مساند للفلسطينيين. بالنسبة يعني تم تسييس هذه القضية. البعض اعتبر أن ما حصل هؤلاء يعني هذا الطرف المساند لإسرائيل أن ما حصل والاستفزازات التي قام بها المشجعون الإسرائيليون وتمزيق الأعلام الفلسطينية التي كانت على بعض المباني، وأيضا هذا خارج الملعب وداخل الملعب لما طلب من الحضور الوقوف أو الصمت دقيقة صمت ترحما على ضحايا الفيضانات في فالنسيا، رفضوا وأشعلوا الشماريخ النارية وقاموا بالتصفير لأنهم يحتجون على موقف إسبانيا الذي تم خلال الاعتراف بالقضية الفلسطينية ودعوتها إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح. يعني هذه الاستفزازات كلها اعتبرت من قبل هؤلاء هذه استفزازات يعني من قبل كل المشجعين، وهذا الذي يحصل من بين مشجعين من أطراف. يأتي مشجعون من لفريق آخر ويقومون باستفزازات وهذا عادي. لكن رد فعل المشجعين في هولندا فهذا اعتبر معادل للسامية. يعني تم تسييس القضية من هذه الناحية وأعطاها أبعاد أكثر من الأبعاد ربما التي تستحق، لأن كانت هناك يعني استفزازات بالفعل. كانت هناك يعني رفعوا شعارات معادية للعرب، معادية للفلسطينيين، يعني سب بأقذر العبارات، مزقوا الأعلام مثل ما ذكرت. يعني حتى بعد المقابلة وبعد منتصف الليل انتشروا في المدينة على ما يبدو في أمستردام، هذا حسب المواقع. يعني لا أنا لم أكن حاضرة ولكن هذا ما قرأته على المواقع. انتشروا في المدينة وقاموا بأعمال فوضى
فلما يعني صارت هذه الاشتباكات بين الطرفين اعتبرت هذه يعني اعتداء على السامية، واعتبرت أعمال عنف، واعتبرت أعمال كراهية يعني. كما قلت أستاذة رفيقة ببداية الحديث، تم مباشرة تسييس هذه الاشتباكات. فعليا إسرائيل بعض المسؤولين ذهبوا للقول إلى أنها 7 أكتوبر جديدة. ما الذي يمكن فهمه من طريقة تعاطي إسرائيل مع هذا الموضوع؟ هل هي رسالة لأوروبا؟ وهل يمكن اعتبار اليوم أنه المشهد بالشرق الأوسط بدأ يتجلى أكثر فأكثر بأوروبا؟ يعني المشهد بالشرق الأوسط كما ذكرت لارا بدأ يتجلى فعلا، وبدأ العداء يتنامى لدى الشارع. يعني ليس فقط الشارع، ليس فقط الجاليات العربية والمسلمة، لأنه مع الإشارة أن هولندا تضم جالية إسلامية كبيرة أو جالية مسلمة كبيرة، خاصة أولها يعني الأتراك في الدرجة الأولى، ثم هناك المغاربة، ويأتي بعدهم الأفغان والأندونيسيين عفوا، ثم الأفغان، ثم العراقيين. يعني هؤلاء بالتأكيد كانوا يعني بالمدارج، وهؤلاء بالتأكيد كانوا يعني في شوارع المدينة لما يعني حصلت الاستفزازات من قبل المشجعين الإسرائيليين. ومن بين هؤلاء أيضا العديد من سائقي سيارات الأجرة، يعني سيارات التاكسي، الذين استفزهم كذلك يعني على ما قرأت دائما استفزهم المشجعون الإسرائيليون، وحصل تلاسن وحصلت اشتباكات. فبالتالي يعني هناك هذا التنامي للعداء للممارسات الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية الذي ينمو أكثر فأكثر. وهولندا كانت من بين الدول الأولى التي تحرك فيها الشارع، يعني مباشرة بعد أن بدأت عملية الرد على العملية الإسرائيلية يعني والجرائم الإسرائيلية على عملية 7 أكتوبر، تحرك الشارع الهولندي، كان الأول تقريبا الذي تحرك، وكذلك الطلبة الذين تحركوا في أمستردام واحتجوا وتظاهروا، ثم انتشرت يعني حركة الاحتجاج والتظاهر إلى باقي الجامعات. فبالتالي يعني هناك تنامي لهذا العداء أو لهذا الكره، ليس عداء للسامية وليس لليهود، ولكن لممارسات الجيش الإسرائيلي ولممارسات الحكومة الإسرائيلية في غزة، والآن ما نراه أيضا في جنوب لبنان. وبالتالي فإن الشارع الأوروبي عموما يعني بدأ يضجر وبدأ يعبر أكثر فأكثر، وهو في تقريبا هو في واد، والإعلام مثل ما أرى في الإعلام الفرنسي في واد، والسلطات كذلك السلطات الفرنسية. إذا أردت لارا يعني ممكن من باريس أننا نتحدث على رد الفعل الفرنسي على هذه الأحداث، خاصة أن فرنسا ستحتضن بعد 5 أيام يعني أو 6 أيام، يعني يوم 14 نوفمبر ستحتضن مقابلة لكرة القدم بين فرنسا وإسرائيل. إذن هي ستتحضر يعني استقبال المنتخب الإسرائيلي، وهناك حالة استنفار أمني يعني كبيرة. هناك دعوات الآن لوزير الداخلية من أطراف سياسية ومن أطراف غير سياسية، يعني أطراف أخرى حتى رياضية، بسواء إلغاء هذه المقابلة نهائيا، خوفا من أن تمتد موجة العنف من أمستردام إلى باريس، أو تغيير مكان المقابلة. لكن وزير الداخلية يرى أنه لا يمكننا أن نواصل أن نستمر في سياسة التراجع أمام التهديدات بالعنف والتهديدات بمعاداة السامية والتهديدات بالكره. لا يمكننا أن نواصل التراجع، وستتم يعني هذه المقابلة في نحن للأسف انتهى وقت هذه المقابلة، ولكن ستتم هذه المقابلة يعني باستاد. تفضلي بإكمال الفكرة أستاذة رفيقة. نعم، يقول أنه هذه المقابلة ستتم، ويعني سيتم تأمينها من قبل 2500 يعني عون أمن، وأنها ستتم ولا يمكننا التراجع عنها. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من باريس الصحفي